في حتة قديمة قوي في مصر، شارع ضيق، لمبة صفرة بتترعش، وبيوت شكلها ما تغيرش من أيام الملك. في آخر الشارع ده كان في بيت محدش بيدخله ومحدش بيعدي من قدامه بعد الساعة 12. الناس بتقول البيت ده بيصحى، وأنا عمري ما كنت أصدق الكلام ده لحد الليلة اللي غيرت حياتي. كنت ساكن قريب من الشارع ده، راجل عادي، بشتغل شغلانة مملة وبرجع متأخر. الساعة كانت 11:58 وأنا ماشي لقيت نفسي قدام البيت. الباب الخشب قديم والحيطة مليانة تشققات والشبابيك سودة قوي، كأن مفيش نور دخلها من سنين. قلت في سري خرافات، كله كلام ناس فاضية. تك توك، الساعة ضربت 2 بالظبط، وساعتها سمعت الصوت، خربشة صوت أظافر من جوه الحيطان. وقبل ما أتحرك لمبة الشارع طفت، الضلمة بقت تقيلة كأنها مسكاني من صدري. وفجأة الباب اتحرك، مش اتفتح، لا اتنفس. أيوة اتنفس كأنه كائن حي. حاولت أجري، رجلي ما اتحركتش، وسمعت همس صوت واطي بس قريب قوي من ودني. اتأخرت ليه؟ قلبي كان هيقف. أنا لوحدي، الشارع فاضي، والصوت طالع من البيت. الباب اتفتح سنة صغيرة، ريحة تراب قديم، وحاجة تانية، ريحة عفن بس دافي. لقيت نفسي ماشي ناحيته غصب عني، كأن البيت بيناديني بالاسم. أول ما دخلت الباب قفل ورايا لوحده. البيت من جوه أوسع بكتير من بره، وده كان أول حاجة غلط. في صور على الحيطان، ناس واقفة وبتبص عليك بعينين مفتوحة زيادة عن اللزوم. عديت قدام مراية بس انعكاسي ما كانش موجود، وساعتها سمعت الصوت تاني بس المرة دي من كل حتة. أخيرا واحد صاحي. الأرض بدأت تهتز والصور اتحركت، وواحد من اللي في الصورة طلع إيده وبره الصورة. صرخت وحاولت أفتح الباب، ما فتحش. الساعة على حيط البيت كانت واقفة على 12 وما بتتحركش. الصوت قال اللي يدخل هنا ما يطلعش غير لما يحكي حكايته. وفجأة لقيت نفسي واقف تاني في الشارع، اللمبة منورة، البيت مقفول، وكأن مفيش حاجة حصلت. بصيت في الساعة، كانت 12:01، ومن ساعتها وأنا كل ليلة الساعة 12 بسمع خربشة على باب شقتي. والأغرب إن على باب شقتي ظهر رقم ما كانش موجود قبل كده، نفس رقم البيت. من الليلة دي وأنا ما بقتش أنام، مش علشان الكوابيس، علشان وأنا صاحي كنت سامعهم. خربشة، نفس الخربشة بس المرة دي على باب شقتي. قومت مرة واحدة، الساعة كانت 11:58. وقفت قدام الباب والقلق بياكل في صدري. قلت لا، مش ممكن. تك توك، أول ما الساعة ضربت 12 الخربشة وقفت، وسمعت صوت مش همس، صوت واضح خشن كأنه طالع من حنجرة قديمة. دورك يا ساكن رقم 13، رقم شقتي. مسكت مقبض الباب، كان ساقع سقوعة غريبة مش بتاعت شتاء. فتحت الباب بهدوء. الطرقة كانت طويلة، أطول من الطبيعي، ولمبة السقف بتترعش. وفي آخر الطرقة كان في باب ما كانش موجود قبل كده، نفس الباب الخشب، نفس الشقوق، نفس الريحة، ريحة البيت. قربت خطوة الساعة اللي على الحيطة وراي وقفت. سمعت صوت تاني جاي من جوه الباب. فاكر لما قلنالك اللي يدخل لازم يحكي؟ الباب اتفتح لوحده. لقيت نفسي في نفس البيت، بس المرة دي مش لوحدي. الصور اللي على الحيطان كانت أكتر والوجوه أوضح، ناس عادية شبهنا واقفين وعينيهم مليانة رعب. واحد منهم اتحرك، لا مش اتحرك، خرج من الصورة، قرب مني، وشه باهت وصوته مكسور. أنا حكيت حكايتي وانت كمان لازم تحكي. سألته لو ما حكيتش. ابتسم ابتسامة عمري ما أنساها. الساعة هتفضل 12 للأبد. الأرض بدأت تتهز، الحيطانة بتقرب والصور بتصرخ. لقيت صوت بيطلع مني غصب عني، بحكي عن أول مرة خفت، عن ذنب فاكرته اتنسي، عن حاجة حصلت ومحدش يعرفها غيري. وأول ما خلصت سكون. فتحت عيني لقيت نفسي في سريري. الساعة كانت 12 بس على حيطة الأوضة كان في صورة جديدة، صورتي. فضلت واقف قدام الصورة، صورتي معلقة على حيطة أوضتي. وشي فيها كان هادي زيادة عن اللزوم، بس عينيا كانوا بيبصوا عليا كأني أنا اللي جوه الصورة مش العكس. قربت منها سنة والقلق كان هيشل رجلي. مديت إيدي، لمست الإطار، بارد، برودة قبر. سمعت صوت من ورايا، متلمسهاش. لفت ما لقيتش حد. الصوت رجع تاني بس المرة دي طالع من الصورة نفسها، احنا هنا علشانك. رجعت خطوة والصورة بدأت تتغير. وشي اختفى وظهر مكانه مشهد قديم، شارع نفس الشارع بس أنظف وأوسع، والناس لابسة لبس زمان. وسمعت صوت راجل كبير في السن بيقول
واقفة قدام البيت. أمي كانت صغيرة وشكلها مرعوب. حد مسك إيدها وصوت قال: ده دورو. صرخت: لا، والصورة وقفت فجأة. الساعة على حيطة الأوضة رجعت تتحرك، لكن بالعكس. الساعة 12:10، 1:12، 00، 11:59. الباب خبط خبطة واحدة ثقيلة. بصيت في العين السحرية، ما شفتش حد، بس سمعت الهمس: اسمك اتكتب قبل ما تتولد وانت فاكر نفسك دخلت بالغلط. الباب اتفتح لوحده. الطرقة كانت موجودة التاني والبيت مستنيني. دخلت، بس المرة دي كنت فاهم. الصور على الحيطان كان تحت كل واحدة اسم. قريت الأسماء، لقيت تاريخ واحد مشترك، نفس يوم ميلادي. وقفت قدام صورة فاضية، إطار بس من غير وش. الصوت قال: لسه فاضل اختيار واحد. سألته: اختيار ايه؟ قال بهدوء مخيف: تحل مكاني ولا نخلي الصورة تكمل؟ حسيته بالإطار بيسحبني. صرخت وقاومت، لكن الأرض اختفت من تحت رجلي. آخر حاجة شفتها كانت صورتي وهي بتكتمل. فوقت على صوت المنبه. الصبح. الأوضة عادية، مفيش صور، مفيش ساعة واقفة. قلت: كابوس. قمت ألبس وأنا خارج. بصيت على المراية. فضلت باصص على المراية. الباب اللي ورايا ما كانش انعكاس، كان حقيقي. خشب قديم، نفس الشقوق، نفس الإحساس. إحساس إن الباب ده عارفني من زمان. مديت إيدي، وقبل ما ألمسه سمعت الصوت. مش همس، صوت واضح قريب، كأنه طالع من صدري أنا. لو فتحته مش هتعرف ترجع. رجعت خطوة. الباب في المراية ما اختفاش، لكن انعكاسي ابتسم. ابتسامة أنا متأكد إني ما عملتهاش. الساعة رنت. بصيت عليها، كانت 11:59. مرة تانية. قلت لنفسي: مش هسيبها تتحكم فيا. وأول ما الثانية الأخيرة عدت، الباب اتفتح. لقيت نفسي مش في البيت ولا في الشارع. مكان ضيق طويل، حيطانه مليانة أسماء محفورة، مش مكتوبة، مخدوشة. قربت أقرأ وقلبي وقع. كل اسم كنت سامعه قبل كده. أسماء من الصور، من البيت، من اللي اختفوا. وفي آخر الحيطة اسمي. قبل ما أصرخ إيد مسكت كتفي. لفيت بسرعة. راجل واقف ورايا، ملامحه مش واضحة، بس صوته كان نفس الصوت اللي بيسمعني من أول يوم. قال بهدوء مرعب: إحنا مش بنختار الناس بالغلط. سألته: أنت مين؟ قال: أنا اللي واقف ورا كل باب اتقفل وكل حكاية اتحكت نصها بس. مشيت وراها غصب عني. واقف قدام باب أكبر من كل اللي شفتهم. قال: ده الباب الأخير. سألته: وإيه اللي وراه؟ ابتسم وقال: الحقيقة. حط إيده على الباب وبصلي نظرة طويلة وقال: بس الحقيقة ليها تمن. قلت: تمن إيه؟ قال بهدوء: إنك ما تبقاش مستمع، تبقى حكاية. الأرض اهتزت والأسماء على الحيطان بدأت تنزف. سمعت صوت الناس اللي حكوا قبلي كلهم مع بعض. ما تفتحش. لكن إيدي كانت على المقبض. آخر حاجة شفتها قبل ما الباب يفتح كانت صورتي متحفورة على الحيطة بين الأسماء. الظلمة كانت كاملة، مش سواد عادي، ظلمة ليها وزن، ليها صوت. كنت سامع نفسي بس مش حاسس بجسمي. وفجأة نور خافت ظهر قدامي. نور مش مريح، نور بيفضح. لقيت نفسي واقف في أوضة فاضية إلا من باب واحد، نفس الباب بس المرة دي كان مفتوح. وسمعت الصوت آخر مرة: أنت اخترت. قلت: اخترت إيه؟ قال: تبقى شاهد أو تبقى حكاية. قربت من الباب وبصيت جواه. ما شفتش وحش ولا نار ولا دم. شفت ناس واقفة ساكتة وعينيها مفتوحة بس فاضية. كل واحد فيهم كان ماسك صورته. واحد منهم رفع راسه وبصلي. عرفته، كان صاحبي اللي اختفى من سنين والناس قالت سافر. ابتسم وقال: احنا خرجنا بس ما رجعناش. رجلي ما اتحركتش بس صوتي طلع. ليه أنا؟ الصوت رد: علشان انت الوحيد اللي سأل. الأوضة بدأت تختفي والصور اتحولت لحيطان البيت. لقيت نفسي واقف في الشارع الصبح. الناس ماشية ولا حد شايف حاجة. البيت كان مقفول زي عمره ما فتح. رجعت البيت بجري. فتحت المراية، مفيش باب. فتحت الساعة، كانت شغالة. قلت: خلصت. ليلها وانا نايم الموبايل نور، رسالة واحدة من رقم مش متسجل: دورك خلص، دلوقتي دور غيرك. ومن ساعتها كل ليلة الساعة 12 بسمع حد واقف ورا باب شقتي، مش بيخبط بس بيستنى. الليلة دي ما سمعتش خربشة ولا همس ولا نفس واقف ورا الباب، وده كان أخطر. الساعة كانت 11:58 والبيت ساكت سكات يخوف. قلت: يمكن انتهت. تك توك. 11:59. الموبايل نور لوحده، من غير رسالة، من غير رنة. الكاميرا كانت شغالة.
قربته من وشي واللي شفته خلى قلبي يقع. حد واقف قدام باب شقتي، مش بيخبط مش بيتحرك، واقف وبيستنى. والأغرب وشه كان وشي أنا، نفس العيون نفس الملامح بس أقدم وأبرد. فتح بقه من غير صوت بس فهمت الكلام. الدور ما خلصش. رجعت خطوة خبطت في الحيطة، الساعة ضربت 12 والباب اتفتح. لقيت نفسي في نفس الممر القديم اللي الأسماء محفورة على حيطانه، بس المرة دي الأسماء كانت بتتكتب قدامي، اسم ورا اسم، وآخر اسم ظهر اسمي تاني. الصوت رجع أوضح من أي مرة. كل حكاية لازم لها حارس. سألته وأنا كنت إيه؟ قال كنت مستمع. شفت الشخص اللي واقف ورا كل حاجة، واقف في آخر الممر ظهره ليا. قال دلوقتي دورك تحكي. وهنا خليني أقول لك حاجة، لو انت سامع الحكاية دي لحد اللحظة دي يبقى أكيد الدور لمسك. لو حاسس بالتشويق اعمل لايك علشان الحكاية تكمل، ولو عندك تفسير أو شك سيبه في تعليق يمكن يكون أهم من اللي فات. ولو مش عايز تفوت اللي جاي اشترك في القناة وفعل الجرس علشان توصلك الحكاية قبل ما الساعة تدق 12. رجعت للحقيقة. مش لازم أموت ولا أتحبس في صورة، لا، لازم أفضل موجود وأفضل أحكي علشان غيري ما يدخلش. الحيطان اختفت. فتحت عيني لقيت نفسي قاعد قدام شاشة، الشاشة دي والكلام بيطلع لوحده. الساعة دلوقتي 11:57. لو بتسمعني قبل ما تضرب 10 اقفل، ولو مكمل يبقى الدور جاي عليك. النهاية، آخر حكاية. الساعة كانت 11:59، بس المرة دي ما كنتش خايف، كنت مستني. قافل النور، قافل الباب، وقاعد قدام الشاشة اللي كل الحكايات خرجت منها. الصوت رجع بس مش زي كل مرة، ما كانش همس، ما كانش تهديد، كان هادي قوي. فاكر أول مرة سمعتنا؟ افتكرت البيت، المراية، الأسماء، الأبواب. قلت فاكر. قال كل اللي دخلوا قبلك حاولوا يهربوا وانت الوحيد اللي كملت تسمع. الساعة ضربت 12 بس، ولا باب اتفتح ولا ضلمة نزلت. الصوت كمل. الحكاية ما كانتش البيت ولا الأبواب، الحكاية كانت دايما اللي سامع. فهمت، مش أنا اللي كنت محبوس ولا الناس اللي في الصور. الحكاية كانت محتاجة حد يفضل فاكرها علشان ما تحصلش تاني. قلت ولو بطلت أحكي. سكت شوية وبعدين قال ساعتها الحكاية تختار غيرك. بصيت على الساعة، كانت 12:01. أول مرة تعدي. قمت قفلت الشاشة والبيت فضل هادي. من الليلة دي ما سمعتش خربشة ولا شفت باب في المراية، بس كل ما حد يسمع الحكاية ويسيب تعليق أو يحكيها لغيره أحس إن الصوت بيبعد. آخر رسالة وصلت لي كانت كلمة واحدة، كفاية. ومن يومها وأنا بسيب الحكاية هنا. لو سمعتها وخوفتك يبقى دورها خلص، ولو لسه سامع الصوت دلوقتي يبقى الحكاية لسه عايشة. مش كل الحكايات لازم تتكمل، بعضهم يكفي يتسمع.